واحد النوع د المخلوقات ما عرفتهمش اش من نوع بصراحة، ما واش بشر ولا غيره. واحد النوع د المخلوقات اللي بشكل لهذا أنا مع أي واحد تيهضر في هذا المجال. أنا مشترك كاع الإخوان مشترك معاهم في القنوات ديالهم وتنتابعهم، وغادي نبدا كندير لهم التعليق باش يعرفوني أنني معاهم. تحياتي لكم كاملين والله يوفق الجميع. المتحف ده المكان معمول على مساحة يمكن أكتر من 15-20 فدان. في ملعب ترتان مغطى، وفي ملاعب كرة قدم يعني وهناك، وفي فندق 5 نجوم. الفندق ده بيجي فيه فرق ريال مدريد وبرشلونة وفرق من ألمانيا، اينتراخت فرانكفورت، ومليان شاشات. المكان مليان شاشات يبين اللقطات بتاعة البطولات وبتاعة تسليم البطولات، مش يعني وادي اهو الصور، ادي اهو مكان للصور. وده طبعا ده ايجور من انجولا، عضو في الاتحاد الافريقي للاعبي كرة القدم محترفين. وده من بتسوانا، صديق حازم امام على فكرة، كان بيلعب في بلجيكا. ادي اهو، ادي ده جزء بكاس العالم 86. ودول ادي اهو، دول الجيل الجديد بتاع كاس العالم اللي فات، اللي حصلوا على المركز الرابع. اسمائهم لو الاستربايه اللي احنا حاطينها اتشالت، ده المدرب طبعا. لو الاستربايه راحت، كل الاسماء محطوطه من تحت، مكتوبه اسم كل لاعب من تحت. موجود كميه شاشات رهيبه جدا. احنا عندنا في الاتحاد المصري كره القدم ما كانش فيه غير شاشه واحده، وباظت كمان وما بتشتغلش دلوقتي خالص، ولا بتجيب حاجه خالص. انا ما اعرفش. ادي اهو يوسف اهو، وادي اهو الاسم اهو زكريا بوخلال، وادي عبد الحميد صبيري. ادي الاسماء بتتكتب يعني عندكم اهو. وعبد الصمد الروراو ولا الزلزولي، عبد الرازق حمد الله. ده مين يا محمد؟ المهم عايزين نقول ده اشرف حكيمي طبعا مشهور جدا. وبونو هيظهر لحضراتكم دلوقتي. ظهر بونو من اول واحد. ده جيل جديد، ده جيل ونحو ده اهو بدر بنون سردباك النادي الاهلي. ده جيل جديد حقق معجزه للمغرب، وبالتالي محطوط بشكل جديد، محطوط صوره، محطوط ده سيكشن له، بس سيكشن فقط لا غير لهذا الجيل، معمول عشان يوثقوا الانجاز اللي اتعمل. احنا في الحقيقه يعني انا على المستوى الشخصي عملت انجاز 84. رحنا اولمبياد لوس انجلوس، ووصلنا لدور ال16 في لوس انجلوس، ومش شايف حاجه خالص. ما فيش صوره ليا جوه اتحاد الكوره، ولا صوره للجيل اللي موجود. حاجه غريبه جدا. طيب 86 خدنا بطوله افريقيا، وقت ما كانت افريقيا بتلعب ب8 فرق فقط. 8 فرق هم اعظم 8 فرق موجودين في افريقيا كلهم، ولو سمعت اسمائهم تتخض. كونك انك تاخد الكاس من الفرق ديت، فانت يعني عملت انجاز مش طبيعي. لازم يوثق هذا الانجاز. ما مش لاقيين حد يوثق، ولا شايفين حاجه متوثقه، ولا فانيلا محطوطه، ولا حاجه، ولا بتاع، ولا القصه دي كلها. ده ستور، ده جوه المبنى بتاع الاتحاد المغربي. هناك طبعا رابطه الانديه لها دور، اتحاد كره القدم له دور، الاداره. انا بتكلم على الاداره. ادي الملاعب اهي، ادي اهو جايبين اهو على الشاشه الملاعب. ده نجيله طبيعي معموله بيستخدم اداه نجيل صناعي مغطى. ملعب رسمي تلعب عليه مباريات
لما يكون في امطار عندهم ولا يكون في قصه. ادي الاضواء، ادي الجيم اهو، ادي حمام السباحه الريكرييشن بتاعهم، ادي الجيم بتاعهم، وادي الطب، وادي الاجهزه، وادي المبنى، وادي الفندق، وادي الليله، واحنا لحد دلوقتي دول فتحوا خلاص وبيشتغلوا وبيلموا انكم وبيعملوا فلوس. احنا بندفع في مصر ملايين الجنيهات للفنادق، واحنا عندنا في 6 اكتوبر هنا مشروع اسمه مشروع الهدف. اتفرجوا على الملعب، اتفرجوا على الملعب. احنا عندنا في 6 اكتوبر مشروع اسمه مشروع الهدف. مشروع الهدف مستنيين بقالنا من 2016 ولا 2017 بنعمله من اول وجديد، مش راضي يخلص، مش راضي يخلص، ولا عارفين ولا اوض تتفرج. اهو اتفرجوا على الفندق اهو، اتفرجوا على الفندق، اتفرجوا على الفندق، اتفرجوا على الفيو بتاع الفندق، اتفرجوا على الريسبشن. ادي اهو، ده قاعة الاجتماعات، دي قاعة الاجتماعات. ده الحكم، اول حكم مغربي، جايبين الشراب بتاعه وجايبين بطاقته وجايبين الكارنيه بتاعه وجايبين الساعة بتاعته اللي بيعمل بيها، وجايبين الكروت اللي كانت معاه، الكارت الاحمر والكارت الاصفر. وده الحكم انا مش عارف اسمه ايه، طبعا اسمه صعب جدا عليا، والمصحف اللي كان بيقرا فيه. جابوا من اهله، عملوا ادي اهو ناس رؤساء الاتحادات من 1956 ل 2023 محطوطين اهو، كلهم محطوطين كلهم اهم، اللي اداروا الاتحاد المصري، الاتحاد المغربي لكرة القدم. موجودين عدد مش كبير، مش احنا كان كل شوية. ادي الكرة اهي، بالون اوفيسيال كوب دي موند 1986، دي كاس العالم 86. وادي اهو، ادي اهو كاس العالم 86 اهو موجود عندهم. ندور على دي نشوفها اوفيسيال لايه دي بقى. كاس كوب دي موند دي كاس العالم كام؟ 1994 اللي اشترك فيها. جايبين كور، جايبين الكور اللي اتلعب، اللي لعبوا بيها كاس العالم. وهتلاقي بعد كده، بس انا ما كملناش تصوير. ادي اهو، ادي المغرب في مباريات كاس العالم اهو، اهو بيكسب 3 او يتعادل 2-2 مع الارجنتين اهو. ادي فانيلة المغرب في ذلك التوقيت متوقع عليها من اللاعبين. ادي صور. ادي بقى كوب دي موند دي كام؟ 98. كل كاس عالم راحوه جايبين الكرة بتاعته. ادي 98، وادي الفرقة اهي بتاعت 98. كلام محترم جدا. المغرب بيلعب مش عارف مين. طيب دي بقى الكرة دي بقى على فكرة لقيت كوره بتاعت دي بتاعت قطر، دي كاس العالم قطر، دي كوره بتاعت قطر. الكوره بتاع الاسيوطي لقيتها هناك يا جماعه، اسمها ايه الكوره بتاعته؟ تيمبو، موجوده هناك في المتحف على فكره. يعني هل هو بدأ يلبس فرق في المغرب؟ عامل شغل الاسيوطي في الحقيقه رائع جدا جدا. ادي اهو، ادي الصور، وادي الفانيلا، وادي مش الفانيلات خدوها ويقول لك مجدي عبد الغني جاب عربيه ربع نقل، ده خدوا الفانيلات كلها، مفيش ولا فانيلا حتى ينفع تتحط في المتحف. ادي اهي، دي برضو احدى الكور اللي اتلعب بيها في كاس العالم. ده بطولة افريقيا. ادي منتخب البنات، عندهم منتخب للسيدات طبعا عامل نتائج طيبة جدا جدا، كاتبين اسمائهم وحاطين اسمائهم. و دي الكرة الذهبية اللي كسبها الاتحاد المغربي لكرة القدم.
ده الاتحاد المغربي من الكاف خد الكرة الذهبية ديت على انه افضل اتحاد في افريقيا. ادي مجموعة كور تانية. متحف كبير جدا جدا جدا. المتحف على فكرة مقفول. فضاء الأندية بقى ده متحف بقى الأندية، خلاص خلصنا فضاء المنتخبات، ده بقى فضاء الأندية، الكور اللي لعبت بيها الأندية والصور اللعيبة اللي وادي الكؤوس اهيت ومين كسب والأندية كسبت امتى وسنة كام، وادي الفانيلات بتاعت الأندية اللي خدت بطولة الدوري في المغرب او خدت بطولة الكاس في المغرب. ادي اهي يعني الرجاء والجيش الملكي والدار البيضاء والمش عارف ايه والليله والحكايه والروايه وكل الايه الانديه، وادي جائزه افضل لاعب، وده كاس موجود اهو محطوط. يعني حاجه مش عايز اقول لحضراتكم واسع جدا جدا جدا، وفي كل حته تلاقي شاشه، كل حته تلاقي سكرين بتوثق حاجه معينه اهي. ده بطولة افريقيا ما كسبوها وخدوا مع الصفاقسي التونسي. المغرب الفاسي يحرز كأس الكونفدرالية لأول مرة اهو. ده بدان، ده حكيم بدان، ده كان احد لاعبي منتخب المغرب في 86 اهو، بيشاور على نفسه اهو. ده حكيم بدان اهو، واقف بس راعي دلوقتي، بس هو اهو مع الزاكي والمجموعه اللي كسبونا في 85 هناك على ملعبهم 2-0، وراحوا هم كاس العالم بعد ما جمال عبد الحميد ضيع ضربه الجزاء. وانا الناس بتقابلني تقول لي انت يعني انت واجع دماغنا بضربه الجزاء. طب ما لو كنت ضيعت ضربه جزاء كان زماني يعني زي جمال عبد الحميد. ده اول حكم مغربي كان بيلبس اللبس ده اهو، اول حكم مغربي كان بيلبس اللبس ده اهو. المغرب والبرتغال لما المغرب كسبت البرتغال 1-0 في دور ربع النهائي. يلا اهو نقول ايه المغرب وفرنسا خسروا من فرنسا 2-0. فرنسا كان عندها فرقة ما تخسرش ابدا اهو. لقطات وماتشات وما فيش اصل الشريط اتمسح، اصل مش لاقينه، اصل مش عارف ايه. لا، لازم تتضافر الجهود عشان تعمل حاجة محترمة تليق باسم بلدك. مش نيجي نفتح 100 سنة كورة بماتش مع انفانتينو والعواجيز والمبنى كله لسه ما فيش فيه اي حاجة خلصت، ولا فيه سرير ولا فيه كرسي ولا فيه حاجة خالص. ما ينفعش، ده كلام ما ينفعش. شكرا، السلام.